ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض عصير الجوافه بطريقه سهله ومبسطه جدا، وهنخزن مع بعض الجوافه. الموسم بتاعها طبعا الايام دي. هتعالوا معانا بقى نشوف هنعملها ازاي ونخزنها ازاي، وازاي هتفضل معانا بيضه كده من السنه للسنه من غير ما تسود. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناها ازاي. هنجيب طبعا الكمية اللي احنا كل واحد عارف الكمية اللي هو بيخزنها. ان كنت هتجيبي 10 5 اللي انت عايزاه طبعا. هنجيب الجوافة بتاعتنا ونقطع القطعة اللي بتبقى من فيها السمرة اللي فوق ديت، ونغسلها كويس ونقطعها حلقات بالشكل ده. طبعا هنقطعها بالبذر بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنضيف بقى زي معلقة السكر على كل كيلو. هو ده السر اللي بيخليها تفضل معانا بيضة من السنة للسنة. السكر مادة حافظة، وفي نفس الوقت بتسيب لونها زي ما هو، بتفضل على وضعها كده ما بتتغيرش لونها خالص. هنحطها بقى في اكياس تلاجة ونشيلها ان شاء الله لرمضان. هتفضل معانا كده فريش من السنة للسنة، وتعملي احلى عصير لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى مع بعض كوباية عصير جوافة. الجوافة دي مفيدة جدا لينا ولأولادنا. هنجيب بقى الجوافة ونحط عليها كوباية لبن وكوباية مية، ونحط السكر طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها. نضربها كويس في الخلاط ونصفيها من البذر بالشكل ده. هتشربي احلى كوباية عصير جوافة بيضة زي الفل وفريش وحلوة قوي وطعمها جميل، وتقدميها بألف هنا وشفا لأولادك. لو عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.